السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي، معكم علاء الدين من مدونة رباحي العربية. في أول درس لنا اليوم إن شاء الله سنتطرق لشرح موقع جميل جدا وهو للربح من الإعلانات. هو موقع يسمى ب Filot.net. هذا الموقع يعني بالنسبة لي أحسن موقع جربته للربح من الضغط على الإعلانات. نبدأ في الشرح. يعني التسجيل هو سهل جدا بكل بساطة. أولا نقوم بالضغط على ترجمة الموقع. تجدون الأداة هنا، تضغط ترجمة، أنا سبق وأن ترجمته. هنا تدخل بريد الإلكتروني، وهنا اسم المستخدم، وهنا كلمة المرور، وهنا تدخل هذه الكابتشا، ثم تضغط على الاشتراك. بعدما تضغط على الاشتراك مباشرة تضغط على الدخول. عند الضغط على الدخول سأدخل إلى حسابي الكابتشا، ندخل رمز الكابتشا ثم تحقق تسجيل الدخول. سحبت من هذا الموقع عدة مرات، يعني مما يثبت أنه صادق. سأثبت لكم السحوبات عبر طباعة. ها هي سحوباتي: 1.75، هنا 1 يعني هنا التواريخ. في المرات الأولى كنت يعني دوما أدخل إليه، ولكني نظرا لبعض الظروف هكذا أنا لا أدخل هذه الأيام، وأنتم يمكنكم الدخول وجمع المال يوميا. كل يوم عندك 1 روبل، أو خلال يومين 3 أيام تجمل حوالي 2.5 روبل. هذا شيء جميل جدا. والموقع الإعلانات فيه يعني كل ساعة، ساعتين، 3 ساعات يعني تجد العديد من الإعلانات. المهم بعدما تدخل تضغط على عرض روابط. هنا يعني الإعلانات، ها هي الروابط. تضغط مثلا على هذا الرابط من أجل عرض الإعلان. هذا يعني شوف مباشرة من دون أي وقت أو ما شابه. هناك التي فيها وقت، وهناك التي ليس فيها وقت. الذهاب إلى موقع المعلن، يعني هنا 0.08. سوف ترون كم ستصبح. نقوم بإعادة الصفحة، أصبحت 0.10. بالضغط المستمر على الإعلانات ستصلون إلى 1 و2 و3 روبل وتقومون بسحبها. هنا لديك عرض البانر أو اللافتات، ها هي 0.025، يعني مبلغ جميل جدا. والموقع صادق، أنا سحبت منه شخصيا. ولديك مكافآت كل ساعة، يعني مكافأة جميلة جدا. من خلال الضغط على مكافأة تضغط على الإعلان، تقوم بالخروج منه. تضغط هنا على الفيسبوك، يعطيك يعني منشور تنشره على صفحتك في الفيسبوك وتأخذ المكافأة من 0.01 إلى 0.05. إذا أنتم عند تسجيلكم لأول مرة تذهبون إلى الإعدادات من أجل إدخال محفظة باير. تقوم بوضع، أنا سبق وأن وضعتها، تأتي إلى هنا تجد المحفظة، تقوم بإدخال محفظتك وكلمة مرور، ثم تضغط على احتفظ. بعدما تضغط على احتفظ يعني تثبت المحفظة تلقائيا. لمن لا يعرف طريقة التسجيل في باير سنشرحها في الدرس القادم إن شاء الله. هنا لديك هذه الخانة، يعني أضيفت حديثا خانة جميلة جدا، وهي مشاهدة اليوتيوب، ويعطيك مبالغ جميلة جدا. هنا لاحظ 0.05 لمشاهدة هذا الفيديو. تضغط على الفيديو هكذا من أجل مشاهدته. ثم هذا الفيديو، عفوا هذا معطل، سوف نقوم بتجريب الفيديو الآخر. تضغط عليه ثم تضغط هنا لمشاهدة الفيديو وتنتظر 10 ثواني. بعد انتهاء 10 ثواني تأخذ مبلغ خاص بك 0.03 روبل. تضغط هنا أنا لست روبوت، تدخل الكابتشا التالي، ثم نعيد الكابتشا مرة أخرى، ثم الذهاب إلى موقع المعلن. بعد ما تضغط على الذهاب إلى موقع المعلن هكذا تحصل على المبلغ. هنا 0.10، سنرى كم ستصبح 0.13. إذن هكذا حصلت على المبلغ الذي قمت بمشاهدة الإعلان من خلاله. هنا كما قلنا لديك عرض لافتات، ولديك يعني في كل مرة ارجع إلى الموقع وستجد العديد من الإعلانات. سنرى كم ضغطت هنا حتى الآن. الضغطات عن طريق أين الملف أو حسابي. ندخل إلى حساب. أنا لحد اليوم تصفحت أو شاهدت 424 مرة. 424. سوف نقوم بحساب كم يجب أن تضغط مرة للحصول على 1 روبل. إذن
كما ترون بريدي مفعل. هنا عند تسجيل أول مرة سوف تفعلون بريد، ليس بالأمر الصعب، يعني تأتيك رسالة إلى بريدك وتقوم بتفعيل الحساب بكل سهولة. هذه يعني خطوات بديهية وكل يعرفها، لا داعي لشرحها. إذن كما ترون فأنا يعني ضغطت 424 مرة منذ أن بدأت العمل في هذا الموقع، وقد تحصلت على 11.5 روبل منه. إذن إذا قمنا بعملية حسابية مثلا 4 تقسيم قسمة 11.51، يعني فكل 36 مشاهدة للإعلانات تعطيك 1 روبل، ويمكنك سحبها. ويعني هذه الواحد روبل يمكنك أن تجمعها في يوم واحد، يعني في خلال يوم يمكنك جمعها بكل أريحية، أو خلال ساعات وليس يوم. إذن هنا لو تلاحظون يعني 15 زائد 19 لحساب عدد الإعلانات، فلدي 34 إعلان ولدي 0.10 روبل. لو ضغطت على كل هذه الإعلانات فأكيد أنني سأصل إلى 1 روبل بدون شك. وفيما بعد إن شاء الله بعدما أقوم بالضغطات هذه سأثبت لكم السحب أمام أعينكم لأجل التأكد من سلامة السحب ويعني كل شيء. كما قلنا للتذكير، لا يمكنك فتح أكثر من حساب، فكما ترون فهذا هو الاي بي الذي أعمل به، يعني حساب أو جهازي. لو فتحت أكثر من حساب في نفس الجهاز فيمكن أن تحدث لك مشاكل في السحوبات، لذلك لا أنصحكم بفتح أكثر من حساب واحد. وكذلك أي تساؤلات أو يعني لو الذي لديه مشاكل أو واجه مشكل ما، لا تترددوا في ترك أسئلتكم أسفل الفيديو، سأكون حاضرا إن شاء الله وأجيبكم على جميع تساؤلاتكم، وإن شاء الله لن تجدوا أي صعوبة في العمل في الموقع. إذن إلى هنا ينتهي شرحنا لهذا الدرس. لا تنسوا الاشتراك بالقناة لتدعمونا ولتحفيزنا لتقديم دروس أكثر فأكثر، ولا تنسوا أيضا الضغط على لايك للفيديو ومشاركته مع أصدقائك ليستفيد منه الجميع. الروابط كلها موجودة أسفل الفيديو. ما بقي علي إلا أن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.